يا ترى مين هو أول واحد دخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية؟ تعال أقول لك الإجابة، بس قبل ما أقول لك الإجابة يا ريت اللايك والاشتراك في القناة. أول واحد دخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية هو كان تاجر عربي قديم اسمه عمرو بن لحي، والكلام ده حصل لما كان في تجارة إلى الشام، ولقى هناك أهل الشام بيعبدوا الأصنام، ولما سألهم أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا له والله إحنا بنعبد الأصنام، ولما بنطلب منها حاجة بتلبي لنا طلباتنا، فالموضوع عجبه قوي، فاشترى منهم صنم وخدوا إلى الجزيرة العربية وحطوا هناك للعرب علشان يعبدوه. وأنا عايز اقول لكم والله ان هم في الشام اصلا ضحكوا عليه وادوا له تمثال دراعه مقطوع. المهم ان عمرو بن لحي لما خد التمثال ده وحطه في جزيره العرب الناس بدات تنسى دين الله. وانا عايز اقول لكم ان الناس في جزيره العرب قبل دخول الاصنام كانوا بيعبدوا الله على دين ابراهيم عليه السلام، وبعدها بفتره انتشرت عباده الاصنام وبقت كل قبيله في العرب ليها تمثال مخصص بيعبدوه، لحد ما وصل عدد التماثيل اللي كانت حوالين الكعبه قبل دخول الاسلام 360 صنم